السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طب واللي مش قادر يصلي التراويح يعمل ايه؟ اقول لحضرتك بس نصلي على حبيبنا صلى الله عليه واله وسلم. جاتني كتير الاسئله دي خلال الايام الماضيه. طب واللي مش قادر يصلي التراويح يا شيخ محمود بسبب تعب او مرض او باسباب اخرى، طب يعمل ايه؟ الحل بسيط جدا جدا. ايه هو يا شيخ محمود؟ الحل بكل بساطه برضه يصلي التراويح، ولكن هنشوف ايه المشكله ونعالجها. يعني المشاكل كلها بتاعت صلاه التراويح ايه؟ هم 3 مشاكل. المشكلة الأولى، وده من خلال استقراء رسائل كثير من الناس، المشكلة الأولى الإمام في المسجد بيطول بينا جدا. طبعا بعض الأئمة طريقة القراءة نفسها بتخلي التراويح قد وقتها مرتين، طريقة قراءته بطيئة جدا. بنوصي الأئمة نخلي القراءة ما بين الحدر وما بين البطء، يعني تكون في الوسط بحيث الناس ما تملش وراك ولا تسرح منك، تبقى مركزة معاك في الآيات اللي حضرتك بتقرأها. طيب الإمام بيطول، طب احنا بنقول الإمام مثلا في المسجد ده بيصلي بجزء، لا في المسجد التاني بيصلي بنص جزء، في المسجد الثالث ده بيصلي ب3 أجزاء. خلاص شوف المسجد أو شوف المسجد اللي يتناسب مع قدراتكم ومع قوة احتمالكم، وخلاص روحوا المسجد اللي يكون الصلاة التراويح فيه تناسب قدراتكم بفضل الله سبحانه وتعالى. المهم اوعوا تنسوا، اوعى حد ينصرف من التراويح إلا لما يخلص صلاة الوتر خلف الإمام. ليه بقى؟ لأن احنا قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى خلف الإمام حتى ينصرف. مش معنى ينصرف يعني يخرج من المسجد، لا، ينصرف يعني يسلم من صلاته، تمام كده؟ من صلى خلف الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كاملة. الله أكبر. يعني الإمام لما يصلي بينا التراويح ونصلي ورا لحد ما يخلص، بفضل الله انكتب لحضرتك ولحضرتك قيام ليلة كاملة. يبقى المشكلة الأولى حليناها، المسجد ده بيصلي ب3 أجزاء، والتاني بيصلي بجزء، والتالت بيصلي بنص جزء. قدرة حضرتك وقدرة حضرتك ايه؟ والله انا الحمد لله يعني نص جزء مناسب لي، خلاص فبها ونعمة عين. تمام؟ احب الاعمال الى الله ادومها وان قل، مفيش مشكلة نروح نصلي خلف الامام اللي بيصلي بنص جزء. ادي اول مشكلة خلصنا منها ولله الحمد. بالاضافة اني بقول لبعض الائمه ان لابد من مراعاه حال المصلين خلفك. واحد امام في مسجد وكل اللي بيصلوا وراه ناس كبار في السن، يحاول ان هو يرفق بهم على قدر المستطاع، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى بالناس فليخفف، فان فيهم الكبير والضعيف والمريض وذا الحاجه، فاذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. دي وصية النبي صلى الله عليه وسلم في الفرائض، فكيف بالنوافل؟ يبقى إذن المشكلة الأولى الحمد لله اتحلت. إمام بيطول نشوف مسجد غيره. طب يا شيخ محمود افرض بقى المنطقة اللي أنا فيها ما فيهاش غير المسجد ده والإمام بيطول وأنا ما بقدرش أقف وراه ساعة كاملة. بكل بساطة قدرات حضرتك وقدرات حضرتك، طالما ما فيش غير المسجد ما تحرموش نفسكم. تمام؟ بكل بساطة قادر حضرتك تقف وراه قد ايه؟ والله بالكتير قوي نص ساعة. خلاص الإمام بيصلي 8 ركعات طوال ثم بيصلي ايه؟ الشفع والوتر. بسيطة جدا. في ال8 ركعات اقف حضرتك وقف حضرتك 4 ركعات، والاربعه التانيين صلوا وانتوا قاعدين. طالما مش قادرين تقفوا وقدراتكم وقفت عند كده ما فيش اي مشكله، بس ما تحرموش نفسكم من الاجر. سبحان الله، اديكوا قاعدين على كرسي ما فيش اي مشكله، قاعدين مرتاحين، ومشكله القيام والوقوف بقت بسيطه جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. ده الكلام ده لما يكون انسان مش قادر، انما لو قادر لا، خد بالعزيمه بقى وقف. سبحان الله، فهذا له اجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. المشكله الثانيه زي ما قلت لحضراتكم، واحد بقى من اصله مش فارق معاه بقى الامام بيطول او ما بيطولش، وهي مش فارق معاها، بس هي عندها مشاكل في رجليها، ما بتقدرش اصلا تقف، او هو ما بيقدرش اصلا يقف. يعني هو بيصلي الفرائض وهو قاعد، فهيصلي التراويح وهو واقف ازاي؟ بسيطه جدا. اذا كنت حضرتك مريض
أو كنت حضرتك مريضة، أسأل الله عز وجل أن يشفي كل مرضى المسلمين، اللهم آمين يا رب العالمين. فإن كان لكم رخصة في الجلوس في الفرض فما ظنكم بالنافلة؟ فإن كان حضرتك رجلك بتوجعك أو حضرتك رجليك بتوجعك ما بتقدروش تقفوا في الصلاة، فما فيش مشكلة، نقعد على كرسي ولكم الأجر كاملا بفضل الله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان لو كان مريض أو عنده جرح مثلا في رجليه أو عنده إصابة وبيصلي في الفريضة وهو قاعد بياخد الأجر كاملا، فما ظنكم بالنافلة؟ فالأجر كاملا بفضل الله سبحانه وتعالى. إذا لو رجليك بتوجعك أو رجليك بتوجعك صلوا وانتوا قاعدين ولكم الأجر كاملا بفضل الله. المشكلة الثالثة بقى والأخيرة، ودي مشكلة الكل بيعاني منها تقريبا، ان الامام بيحب يطول في دعاء القنوت في ركعة الوتر. ودي الحقيقة انا بستغرب لها، لان بيبقى فيها مخالفتين كبار جدا من كثير من الائمة في المساجد. المخالفة الاولى ان هم بيتغنوا في الدعاء، والدعاء لا يتغنى به ولا يرتل كالقرآن، وانما الدعاء هكذا: اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، وهكذا. ما يبقاش الدعاء بغنيه أو بأرتله، فدي مخالفة المفترض ينتبه لها يعني أئمة المساجد. وللأسف لطالما تكلمنا في هذه المسألة وليس هناك من يجيب، لأن كل إمام بيبقى عايز برضو إيه يعني يتغنى بصوته في الدعاء، وده مخالف للسنة. تمام. الحاجة التانية الإطالة في الدعاء، عليكم بجوامع الدعاء. يعني لما إمام يا حبايبي يقف في الصلاة ويقول اللهم تقبل قيامنا وركوعنا وسجودنا، طب ما نقول اللهم تقبل صلاتنا. هو لازم قيامنا وركوعنا وسجودنا يعني لازم الوصف التفصيلي ده؟ لا، ما فيش حاجة للوصف التفصيلي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا جوامع الدعاء. يعني لو وقف الإمام في التهجد في صلاة الوتر، في الدعاء في القنوت بتاع صلاة الوتر، لو وقف وبدأ يدعو وبدأ الدعاء بتاع القنوت كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما، تمام، اللهم اهدنا فيمن هديت إلى آخره. ثم بعدها قال اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونسألك أن تجعل اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. الله أكبر. ده دعاء صحيح ثابت بفضل الله سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أجمع أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. فنشوف الأدعية اللي هي جوامع الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وجوامع الدعاء. فنشوف الأدعية الجامعة التي تشمل أشياء كثيرة جدا ولا داعي للإطالة. ودي وصيتي للأئمة، لا تطيلوا بالناس. إذا كان أصلا النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الإطالة بالناس بالقراءة بالقرآن، فما ظنكم بالدعاء؟ إذن فالإنسان لابد أن يراعي حال الناس. وأنا بنفسي شفت هذا المنظر. مرة كنت بصلي التراويح خلف أحد الأئمة، فطول في الدعاء ساعة إلا ربع. تخيلوا حضراتكم، احنا صلينا التراويح كاملة بجزء، وبعدها في النهاية قعد يدعي ساعة إلا ربع، 45 دقيقة بالملي من ساعة المسجد. تخيلوا حضراتكم، الناس حواليا وصل بيهم الأمر إن بعضهم خرج عن شعوره، بقى اللي واقف وراه يقول إيه يا رب يخلص، واللي واقف يقول رجلي هموت، واللي مش عارف يتكلم، واللي بيقول ينفع الكلام ده. يعني بقى الناس حتى تخرج عن الصلاة وتقول كلام مش عارفين يعملوا ايه، وهو مش عايز يخلص. واخد بال حضرتك؟ هو بعد 5 دقائق من الدعاء الناس بتردد كلمة آمين تلقائيا دون أن يدركوا ماذا يقول الإمام. فلذلك نخلي الدعاء يا حبايبي ما يزيدش عن 5 دقائق، 10 دقائق بالكتير، حتى لا نشق على الناس. كده انتهت كل المشاكل بتاعة صلاة التراويح، ونقدر نصلي التراويح واحنا مرتاحين. طبعا المرأة لا يجب عليها لا صلاة الجمعة ولا الجماعات
ولا التراويح في المسجد. لكن طبعا في شهر رمضان له روحانيات عظيمة جدا، فلا تحرمي نفسك. إن كنت تقدري تصليها في المسجد فبها ونعمة عين، مش قادرة صليها ببيتك وليكي نفس أجر الرجل وهو يصليها في المسجد بفضل الله سبحانه وتعالى. أظن كده ما بقاش في أي مشكلة، والكل يقدر يصلي صلاة التراويح بفضل الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.